السلام عليكم ورحمة الله، ويا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. يا ماما، هي ليه المشاكل كلها بتيجي؟ عشان الواحدة بتبقى تعبانة وما عندهاش رغبة ساعات، وبتبقى فيه مثلا جرى في العيال والدنيا والحاجات دي كلها. ليه المشاكل بتيجي بسبب كده؟ هي كل المشاكل بسبب كده على طول على طول. هو الراجل ما بيقدرش وما بيعذرش؟ هو مش عارف ان الست شايلة فوق راسها هم كبير، بيت وعيال ومسؤولية؟ طب وانت لما اتجوزتي مش عارفة ان الراجل اهم حاجة في حياته العلاقة بينك وبينه؟ دي اساسي عند الراجل. وخلي بالك وعندك انت، والا ما كنتش اتجوزتيه، او ما كنتش اتجوزت بمعنى اصح. اللي ملهاش رغبة في الحاجة دي ما كانتش اتجوزت. مش بعد ما اتجوز واتملك من اللي انا كنت عايزاه اتعب واجرفه. لا، الراجل مش، لا مؤاخذة، مش كلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. آه احنا ليه مش مقتنعين ان الراجل غير الست؟ الست ممكن تصبر، ما تستغربوش. ملكوش دعوة باللي بتشوفوه، ملكوش دعوة بقلة الادب اللي انتوا بتشوفوها. انا عارفة ان الراجل عايز الحاجات دي وعجباه قلة الادب اللي مش عاجبانا احنا، انا عارفة. والراجل عايز مراته براحتها في بيتها معاه، هو عايزها قليلة ادب، عايزها كذا وكذا. طب وارد ان مراتك ما تكونش كده، وارد ان مراتك تتكسف، وارد ان مراتك تكون من النوع اللي وشها ضيق، فما تضغطش عليها وتجبرها انها تعمل اللي انت بتشوفه على المواقع والحاجات دي كلها. في ستات عايزه كده، في ايوه، وبتموت في كده. وفي ستات تانية لا. اقسم بالله العلي العظيم، انا اعرف واحده كانت بتتكسف من جوزها لغايه ما ماتت. محدش يقول لي لا، لا والله. لما كانت تغير هدومها كانت تقول له لو سمحت اخرج بره. طب ما انت لا مؤاخذه، يعني اللي بيشوفوا منك او اللي بتشوفي، يعني دي الحياه الطبيعيه. لكن سبحان الله العظيم تقول لي لا. جايز الغريزه والشهوه وانا مع جوزي بتاخدني بنسى نفسي، بنسى نفسي. لكن بعد كده خلاص انتهت العلاقه، بتكسف. وارد ما نحاكمهاش، دي مشاعر واحاسيس زي ما بيقول، كل واحد حر. وبعدين هي عطت لك اللي انت عايزه، خلاص كتر الف خيرها. ازاي بتقولي كتر الف خيرها؟ ايوه كتر الف خيرها. الست طالما شايفه جوزها وبتراعيه يبقى تشكر. زي ما بنقول للراجل انت شايف بيتك وشايف المسؤوليه اللي عليك، يبقى كتر الف خيرك وتشال على الراس. ليه ما نقولهاش ليه كتر خيرك؟ لا، ده انت كتر الف خيرك كمان. الاهم من كده ان الام قبل بنتها ما تتجوز تديها نصايح. يا بنتي، الراجل ليه متطلبات، انت مش متجوزة عشان يقعد يحب فيكي. لا، ما معظم المشاكل بتيجي من كده. الراجل عايز البنت، لا ما تعبانة، عيب ولادي كبار ما ينفعش، النهاردة ورايا مش عارفة ايه غسيل، ورايا مش عارفة ايه. ما هي الحياة كلها كده. في راجل بيحترم رغبة مراته ويصبر لغاية هي ما تعدي مثلا من الغسيل، نفسيتها تبقى كويسة، تتملك صحتها. في رجالة كتير محترمة كده، وفي رجالة لا، بيدوا بالشلوت وبيكرهوها في عيشتها وبيجلبوا البيت نكد عليها وعلى ولادها. فأنا بقول للرجالة اللي بيجلبوا البيت نكد عليها وعلى ولادها، لا، الحياة مش كده. لو انت جلبت البيت نكد هتكرهك، وحتى لو اخدت منها الحاجة مش هتاخدها بمزاج، هتديها لك وهي مكروهة او مكروهة على كده ومغصوبة. خلي عندك طولة بال وصبر. ونصيحة أم ليك، بلاش تتفرج على مواقع إباحية، دول بيدمروكوا. بلاش تاخد حاجات، خليك طبيعي. بلاش تتفرج على الستات، أو بمعنى أصح العرايا اللي على المواقع.
بلاش. دول بيدمروك نفسيا والله، والله بيدمروك نفسيا. طب انا مراتي وانا لا، الحياة في البيوت غير اللي بره البيوت. اقسم بالله العلي العظيم، وارد جدا اللي انت بتشوفه ده بيتغزل في الحريم، والست بترقص وميت تخش بيوتهم تلاقيها خربانة، والله زي ما بقول. فانت حافظ على بيتك، وحافظ على مراتك، وحافظ على عيالك. ما تستعملش اي وسيلة خارجية، وما تتفرجش على حاجات تغضب ربنا قبل ما تغضبك انت او تدمر حياتك انت. اهم ما في الموضوع، بقول لكل ام تنصح بنتها، تقول لها يا بنتي طالما ملكيش في الجواز ما تتجوزيش وما تزعليش، لان الحياة مسؤولية كبيرة، الزواج مسؤولية كبيرة، البيوت مسؤولية كبيرة، عيال ورباية وزوج وبيت متكامل مسؤولية. ملكيش يا بنتي بلاش منها، عشان ما تجرفناش وتجري في جوزك وتخرب البيت وتدمر بيتك. اما نصيحتي انا لاي بنت متجوزة، ودي اخدتها من ست لا بتجرى ولا بتكتب، قالت لي يا بنتي انا اول ما اتجوزت كنت كل يوم ادخل الحمام اخد دش واطلع قبل ما اخلف. استمريت على العاده دي لغايه ما ولادي كبروا، لاني انا لو ما عملتش كده وجت ولادي وجم ولادي كبروا وجدت عليا، طب انا اتجوزت وخلفت والكلام ده كله، ولادي كبروا وهم صغيرين يمكن، لكن لما العيل بيكبر بيفهم. فعشان بيفهم انا اسبق عشان ما يفهمش. اعمل ايه؟ ادخل الحمام بعد ما اصحى من النوم، اخد في بدايه بقى اخلي اول ما اخلف واولادي يكبروا والكلام ده، هي اتعودوا على كده ان ماما لا، ماما كل يوم بتعمل كذا، خلاص دماغهم مش هتروح لحاجه خالص، ومش هتضطر انك تتكسفي او تحرجي. تدخلي تنامي ليكي ساعه في اليوم، تنامي ساعتين براحتك، حتى لو مش هتنامي ادخلي واقفلي بابك على نفسك حتى لو جوزك مش موجود. ولادك عايزين حاجه منك يخبطوا عليكي، صدقيني هتحلي مشكله كبيره جدا. في ستات بتعاني منها لغايه النهارده، وخراب بيوت بيحصل بسبب كده، والاب بيكره ولاده بسبب كده. تيجي ساعه الظهر ساعه العصر في اي وقت في اليوم تختاريه، الوقت اللي هو جوزك عايزك فيه او مش عايزك فيه، تعودي نفسك انك تدخلي في ميعاد معين. بس الاكتر واكتر انك تكون عارفه جوزك يعني متعود على ايه في نفس اليوم ده، او في نفس، بس انت قبلها بكتير بقى تكوني انت موضبه نفسك انك في الساعه دي بتخشي في الساعه دي كذا، عشان لو حصلت تطورات يبقى يعني ولادك متعودين عليكي انك في كذا، وما تحرجيش. ولادك اهم حاجه تقفلي بابك عليكي انت وابوه، اهم شيء في الموضوع. يتقفل الباب، ولادك عايزين يخبطوا يا ماما عايزين كذا، يا ماما في كذا، خلاص خلصت القصه. لا هتزعلي ولا هتزعلي جوزك ولا ولادك هيلاحظوا حاجه. لاحظوا ملاحظين خلاص، دي انت عودتيهم سنين طويله، صدقيني هترتاحي وجوزك هيدعي لك العمر كله. بس انصح ابني وحبيبي بلاش تعتمد على الوسائل الخارجيه، وبلاش تتفرج على المواقع الإباحية، وبلاش عينك هتطلع على الستات اللي مش كويسة، اللي بتعمل حركات مش كويسة على التيك توك أو على المواقع، عشان كده غلط. لأن مش كل الستات اللي انت بتشوفها دي، ووارد 100% دي لما تتجوز الله أعلم أو غيرها ما يكونوش المثل اللي في دماغك اللي انت بتحلم بيه. كل بيت حسب ما تعود انت ومراتك اتعودوا انك تكونوا في سلام وعايشين كويس. العملية مش صعبة.